يلا. هم رفاق السلاح الآلاف من المنشقين بالأفراد من ضباط وأفراد والمئات من المجموعات. أنا المساعد زهير إبراهيم، وأنا انشقاقي عن العصابة الأسدية وانضمامي للجيش الحر، وأنا تشكيل كتيبة، وأنا ناطق باسم كتيبة جبل شحشبه. بسم الله، وهذه هويتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. نحن كتيبة جبل شحشبه، نحن كتيبة جبل شحشبه نعلن عن تشكيل كتيبة عسكرية تابعة للجيش السوري الحر، وذلك بعد الانتهاكات التي قامت بها عصابة الأسد الظالمة، ونتعهد أمام الله بالدفاع عن شعبنا بأرواحنا حتى النصر أو الشهادة، والله على ما نقول شهيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أخي الكريم، ما هو سبب انشقاقك عن الجيش السوري؟ ومن متى أنت منشق عن الجيش؟ سبب انشقاقي عن الجيش السوري هو تلك المجازر التي قامت بها عصابات الأسد، وتلك الوحشية في معاملة السكان والأهالي المدنيين. وبدأ انشقيت عن العصابة الأسدية من حوالي الشهرين تقريبا، ولم أعلن انشقاقي خوفا على أهلي وعلى أقربائي من تلك العصابة المجرمة التي تستهدف الأبرياء وتقتل الأطفال ولا ترحم أحدا. في أي الأماكن كنت تعمل في الجيش السوري؟ كنت في الفرقة 26 دفاع جوي تابع للواء 98 في الكتيبة 1231، وقد رأينا من المجازر التي قام بها عصابة الأسد، حيث كان الضباط يجبرون العساكر على إطلاق النار على المدنيين وعلى المظاهرات السلمية. هؤلاء هم رفاق السلاح الذين رفضوا إطلاق النار والذين انضموا للجيش السوري الحر. هؤلاء أكثر من 200 عنصر من الجيش السوري الحر يعلنون انضمامهم إلى الجيش السوري. هؤلاء الذين رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين والآن يتعهدون بمواصلة الكفاح وحماية المدنيين العزل.